هذا السؤال والله اني يوم سألت نفسي، جلست مع نفسي فعلا قلت انا ليش ما كنت سألت نفسي ذا السؤال؟ كيف انا دائما اسمع مواعظ ومدري ايش، بس ما عمري سألت نفسي سؤال واقعي زي كذا، كيف علاقتي مع ربي؟ عشان تحل مشاكلك اللي موجودة في حياتك لازم تجاوب على جميع الأسئلة اللي تعرضها على نفسك أجوبة دقيقة، مو أجوبة عامة. لا الجواب العام كلنا نعرف له. بقول كيف علاقتك مع ربي، تقول والله مقصر وكلنا مقصرين والله يتوب علينا. هذا جواب عام، كلنا نعرف إن كلنا مقصرين، بس أنت ما راح تستفيد، ما راح تستفيد ولا راح تشتغل، لأنك بتكون مقر إنك مقصر بس خلاص سكت. لا، كن مقر إنك مقصر واعرف جوانب التقصير وين. اسأل نفسك كيف علاقتي في الصلوات الخمس، إيش الصلوات اللي أنا منتظم فيها وكويس، وإيش الصلوات اللي أنا غافل عنها، يا إما نايم إما مشغول إما مهمل. اسأل نفسك وجاوب صدق، الصلوات الخمس كيف علاقتك فيها؟ سؤال ثاني، كيف علاقتك مع ربي في سالفة إطلاق النظر على الحرام؟ لأن العين مسار زجاجي بينه وبين القلب، تؤثر تأثير مباشر على القلب. إطلاق النظر له تأثير على القلب ترى مرعب جدا، سواء إيجابي ولا سلبي، والله له تأثير غير طبيعي. يا أخي النظر أكثر شيء يؤثر على قلبك وأنت ما تحاس. إذا أطلقت النظر على الحرام تأثر قلبك، ولا يجتمع حب الله والحرام في قلب واحد أبدا. وكل ما حبست نظرك عن الحرام كل ما ذقت حلاوة وحسيت بشعور انتصار كذا، شعور عظيم ولذيذ ما يحس بل اللي جربه والله. فأنت تسأل نفسك هذا السؤال الواقعي جدا، قل نفسك كيف نفسي مع إطلاق النظر، وجاوب على نفسك بكل واقعية. إذا حصلت نفسك عندك مشكلة في هذا الجانب، حاول تحصل حل، والحلول موجودة في الصلاة وتلاوة القرآن والارتباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى. بتحصل نفسك تدريجيا قاعد تنسحب من إطلاق النظر. خلصت من أسئلة علاقتك بالله، روح على جانب الدنيا. جانب كيف علاقتي بربي، هذا فيه أسئلة مرة كثير، تقدر أنت تضيف أي سؤال وتجاوب عليه بصدق. يعني مثلا كيف علاقتي بتلاوة القرآن، بر الوالدين، كيف علاقتي بالصدقة، كيف علاقتي كذا كذا كذا. تقدر أنت تسأل نفسك أسئلة، لكن أهم سؤالين كيف علاقتي بالصلاة، كيف علاقتي بإطلاق النظر، هذه لازم تجاوب عليها لازم. بعدين أضف أي سؤال ثالث رابع خامس 20 100. إذا عملت السؤال الأول هذا بجدية وبديت فعلا تشوف لنفسك حلول في السؤال الأول، والله أنت تفرق معك، والله أنت تفرق معك. شوف أنا جربت، عشان كذا أنا أتكلم وأنا واثق. أنا أنا جربت لذة ودي أوصل لكل واحد. ممكن إنك الحين قاعد تشوف واحد كي قاعد يهدر يتكلم في السناب، لكن جرب وبتشوف الفرق. السؤال الأول كيف علاقتي بربي، إذا عملته بجدية السؤال الثاني بيكون يسير وسهل عليك. السؤال الثاني إيش؟ السؤال الثاني يخص حياتك. أنت تقيم المشكلة اللي عندك إيش هي، المصيبة اللي عندك إيش هي، تحطها تحت تصنيف من تصنيفات الحياة. مثلا مشكلة زوجية، مشكلة وظيفية، مشكلة مهنية، مشكلة دراسية، مشكلة في العلاقات، مشكلة في صحية، مشكلة مالية. مشاكل الحياة ما تنتهي. أنت صنف مشكلتك تحت أي تصنيف من تصنيفات الحياة. صنف يا صاحبي. بحاول أختصر الحين عشان أقف الموضوع. كلنا عندنا ضعف كبير في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، كلنا عندنا مشاكل عظيمة خطيرة في حياتنا والتعب. احنا البشر مشكلتنا ان نركز في مشاكل الحياة، كل تركيزنا يصب في مشاكل الحياة وكيف نحلها ونشيل همها ومدري ايش، وهذا امر طبيعي وهذه طبيعة البشر يعني. لكن اللي انا اليوم اقول لك ونصيحة مجرب، انت بتقدر تحل مشاكل حياتك وانت مقصر مع الله، تقدر. لان الله سبحانه وتعالى يقول نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. فالله سبحانه وتعالى بيخليك، يعطيك الفرصة انك تبذل مجهوداتك في حل مشاكل حياتك، بتحلها وبتبذل مجهود مضاعف، بتشيل هم مضاعف. لكن لما تبدأ تحل مشاكل حياتك بهذه العقلية، انك فعلا مقصر في الجانب الالهي، وتسأل نفسك كيف علاقتي مع الله، تبدأ تحلها حبة حبة وتفكفك مشاكلك وتبدأ ترتب امورك من جديد، ترجع على مشاكل حياتك تحصل انها تنحل بشكل ألطف من اول. انت بتكتشف تغير في حياتك ما كنت اتوقع، ما كنت حسب انه موجود اصلا. ايش اللي فرق؟ اللي فرق انك انت في كون الله، انت في عالم الله. اللي سويته أنك أرضيت الله سبحانه وتعالى، فلما رضي الله عنك هون عليك مشاكل الحياة. أول كنت تحاول في مشاكل الحياة، والله سبحانه وتعالى ما يمد لك يد العون كاملة، بالعكس ما يد لك الصحة والعافية والروح، ولكن تارك لنفسك، وهذه إرهاق عظيم. آخر شيء عزيزي المشاهد، ترى وجود الله في حياتك يفرق مرة كثير. يعني لو أصابتك مصيبة تصير تشوف فيها ألطاف الله. وجود الله في حياتك يفرق.
كل ما حرصت أنك توطد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ما تقطع حبله الوثيق اللي مده لك، تكون حياتك فيها فرق. كل ما ضبطت علاقتك بالله كل ما ضبطت الدنيا كلها. عكس لما تكون مقصر كثير وما أنت مهتم لهذه الناحية، يتركك الله لنفسك، تدبر أمور حياتك بنفسك. نسوا الله فنسيهم. هذا أمر مرهق متعب جدا. ترى تذكر دائما أن الله رحيم رحيم رحيم، يفرح بعودتك رغم كل تقصيرك. والله لطيف بعباده. تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنت محمل بالذنوب والأوزار، ما لك وجه، وتشكو إليه مشاكل حياتك ومصائبك وكل مصاعب اللي تمر فيها، ويعينك. ترجع له يصلح لك كل شيء، يصلح لك كل ما أفسدته الدنيا، كل ما أفسده الآخرون، وكل ما أفسدته حتى أنت في نفسك. تعود له فتختلف الدنيا، لأن وجود الله في حياتك يفرق، يصير تعاملك مع مشاكلك يختلف.